شركه نوكيا، الشركه اللي تقريبا ما حدش فينا ما شالش موبايلها وهو صغير، ما حدش فينا ما زعلش لما اعلن ان الشركه دي ما عادتش هتصنع موبايلات تاني. وهنبدا كلامنا عن شركه نوكيا ونقول انها بدات تاريخها في انها بتصنع ورق وجزم زي ما انتم شايفين، وبعد كده اتجهت للالكترونيات ونزلت اول تليفون ليها اللي هو كان تليفون العربيات سنه 1982. بعد كده خلت في سنة 1991 رئيس وزراء فنلندا يعمل أول مكالمة عن شبكات المحمول عن طريق معدات شركة نوكيا. ونخش ونتكلم عن الموبايلات اللي شركة نوكيا انتجتها على مدار تاريخها، ونبدأ بموبايل أول موبايل ليها للإنتاج والناس تقدر تشتريه، موبايل 1011 نزل سنة 92. تاني حاجة وان في سنة 98 ومدار تاريخ نوكيا زي ما احنا ماشيين، نوكيا قدرت تغلب موتوريلا وتبقى هي كينج اوف ذا فونز في الوقت ده، وهي تقريبا يعني كانت حققت اعلى مبيعات. في سنة 2000 نوكيا نزلت موبايل محدش فينا ما يعرفوش، محدش فينا ما حبوش وهو صغير، محدش فينا دلوقتي ما بيتريقش عليه عن التفنس، ومحدش فينا مش وحشه اللونج باتري بتاعته اللي ممكن تقعدك اسبوعين 3، ولعبة سنيكس الكلاسيك فشخ اللي كلنا بنحبها. ونخش تاني لأنجح موبايل من موبايلات نوكيا اللي هو نوكيا 1100 اللي نزل سنة 2003 ويعتبر من أكتر الموبايلات مبيعا على مستوى العالم. ونخش دلوقتي للموبايلات الجديدة شوية، موبايلات فيها شاشة بألوان، سيمبيان او اس 7 و6 ميجا انترنال ستورج، اللي هي الامكانيات اللي احنا بنسمعها دلوقتي بنقول ان هي امكانيات ضعيفة، امكانيات ما تكفيش، بس هي الامكانيات دي كانت اياميها كانت تعتبر امكانيات خيالية. الموبايل ده يا جماعة من افضل 10 موبايلات مبيعا على مستوى العالم. ونخش دلوقتي في الان سيريز، الموبايلات التاريخية اللي مفيش حد فينا محلمش انه يشيلها، من ان 70 73 82 95 و97، غير محاولات نوكيا ان هي تغلب نينتندو بموبايلات الانجيج. اللي حصل ان الحلو ما بيكملش، ودايما مفيش حاجة بتفضل على حالها. وسنة 2007 ما اعلن ستيف جوبز عن اول ايفون، وبدأت الاندرويد والاي او اس والابليكيشنز تروح، وما قدرتش نوكيا ان هي تنافس التطور اللي حصل، وبدأت اسهم نوكيا في النزول. وفي 2011 نوكيا قدرت تتفق مع شركة مايكروسوفت ان هم ينتجوا موبايلات لوميا. موبايلات لوميا ما كانتش بالنجاح اللي هو في الاول، ما كانتش حاجة كبيرة، ما قدرتش تواكب، بس انتج فيها موبايلات جميله في يعد على حد سواء الموبايل لوميا 520 اللي احنا شايفينه ده، ويعتبر من الموبايلات التاريخيه واكتر موبايل ويندوز فون مبيعا حتى دلوقتي، هو ما بيتباعش. موبايل جميل وكان سريع مع انه رخيص. موبايل لوميا 1080 مع 41 ميجا بكسل، في ناس لحد دلوقتي بتستخدمه كبروفيشنال فوتوغرافر. موبايل نوكيا لوميا 1520 الموبايل كبير جدا، كاميرته جميله جدا. من مميزات موبايلات نوكيا لوميا الكاميرا العاليه اللي هي كانت دايما بتميز بها نوكيا، بس برضو زي ما بيقول لك ان الحلو مش هيفضل للاخر، لان في سنه 2014 بعد خساره نوكيا فلوس كتير، مايكروسوفت قدرت انها تستحوذ على قسم الموبايلات من نوكيا، وهنا نوكيا ما قدرتش وما عادتش تقدر انها تصنع موبايلات. دي النهايه الاول؟ لا. سنه 2016 مايكروسوفت باعت نوكيا اسم نوكيا البراند لفوكسكون واتش ام دي اللي هي شركه فنلنديه، وطلعت اشاعات ان نوكيا واتش ام دي وفوكسكون هيشتغلوا الثلاثه مع بعض، نوكيا تكنولوجيز القسم اللي لسه موجود هيشتغلوا الثلاثه مع بعض على انتاج موبايل نوكيا يقدر ينافس في سنه 2017. وفي شهر 11 وديسمبر اللي احنا فيه ظهرت العديد من الاخبار اللي بتاكد الكلام ده، وقدرنا ان احنا نشوف ريندرز ومعلومات عن الموبايل اللي هينزل والمتوقع نزوله. بس هل الفلاج شيب بتاع نوكيا هيقدر يحافظ على الليجاسي بتاعتها؟ ما نقدرش نقول او لا، لان احنا ما نقدرش نحكم على التليفون من غير ما نشوفه، وان مفيش دلوقتي موبايل مع باندرويد وسبيكس عاليه يقدر يؤدي اداء ساحق في السوق.
لان انت عندك موبايلات جميله زي ال جي جي 5 ما قدرش ينجح. موبايل من الرائع اللي هو في ناس بتعتبره ان هو الموبايل المظلوم في سنه 2016 ال جي في 20 اتش تي سي 10. الموبايلات دي ما قدرتش تاخد الصيت والنجاح انها يعني تحافظ على او تنجح شركتها. بس اللي احنا نضمنه ان في ظل ان السوق لما يبقى فيه كمية الشركات دي كلها من هواوي، ال جي، جوجل، ابل، سامي، كل الكلام ده، ان احنا هنشوف منافسة كبيرة جدا، وهنشوف الموبايلات هتبدأ ترتقي، هنشوف بداية جديدة في الانوفيشنز. ويا ريت ان انا نفسي اتمنى ان نوكيا تكون هي بداية الانوفيشن دي. وشاركني برأيك في كومنت، وهل تظن ان نوكيا هتقدر تحافظ على مكانتها وترجع ليها تاني؟ ولو عجب الفيديو لايك وسبسكرايب، اشوفكم في فيديو جاي.